عارف اللحظه اللي بتفتكر انك خلصت كل حاجه وان كل حاجه تمام، العمليه تمام والنظام ظابط والاي ار بي شغال، بس تكتشف ان الناس ما بتستخدموش اصلا. ساعتها بس تفهم ان اصعب خطوه ما كانتش البنى، كان التشغيل. هنا هيجي دور الجي تي ام انجن. ايه ده؟ اللي هو الجو تو ماركت. ده مش مصطلح تسويق هنا على فكره، دي ببساطه كده الخطه اللي بتحول النظام من الورق للحياه، حاجه تتعايش بيها. يعني ايه؟ ازاي نطلعه للناس ونخليهم يفهموه ويستخدموه بايديهم. الفكره بكل بساطه ان اي نظام جديد بيقابل مقاومه، مش علشان الناس مش عايزه تتطور، لكن لان التغيير نفسه بيخض. الجي تي ام انجن ده بيكسر الخضه دي بخطوات ذكيه ومتصله، وكل ده عشان نعمل فروم بيبر تو بيبل. طب ايه خطوات الجي تي ام انجن دي؟ هنبدا من مين؟ يوزر سيجمنتيشن. مش لازم تنزل النظام على كل الشركه مره واحده، ابدا بمجموعه صغيره، بايلوت جروب زي قسم المشتريات مثلا. دول اول ناس يجربوا ويغلطوا ويعدلوا. طب اللي بعدها نبلغهم ازاي؟ كوميونيكيشن بلان. الناس لازم تفهم ليه بنغير مش ازاي. ايميل، ميتنج، فيديو، ان شاء الله حتى بوست داخلي، ونقول لهم مثلا المرحله الاولى من النظام يا جماعه هتبدا بكره وهدفها تسهيل الطلب والموافقه. ودي جمله بسيطه بتخليهم يحسوا ان هم شركاء مش ضحايا للتغيير. طيب واللي بعدها التمكين العملي بقى، تريننج اند امبلمنت. مش برزنتيشن نظري، جلسات تدريب صغيره هاندز اون. كل مستخدم يخش بنفسه يعمل طلب ويوافق ويشوف النتيجه، خليه يحس النظام جاي يساعده مش جاي يقف ضد. الخطوه اللي جايه بقى مهمه قوي، نجرب ونراجع، بايلوت اند فيدباك لوب. بعد اول اسبوعين هنسال ايه اللي واقف قدامكم يا جماعه وايه اللي محتاج تعديل. جمع الفيدباك بقى ده وارجع بيه للفريق التقني اللي هو الاي تي او الكونسلتنج او المسؤول عن المشروع. ده اللوب اللي بيخلي النظام يتطور ما يتحجرش. طب نعرف النجاح منين؟ ادابشن كي بي اي، مش ارقام تجميليه ملونه احمر وازرق واخضر. شوف كده كم مستخدم فعلي، وقت تنفيذ العمليه قبل وبعد، وعدد التذاكر او الشكاوي قل ولا زاد، السي ار اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت. وكل رقم منهم هيديك مؤشر هل التشغيل نجح فعلا ولا لا. تعالوا نتكلم بشكل عام. في مشروع اشتغلنا عليه، تعالوا اقول لكم حصل ايه اول ما خلصنا الفيدباك. قررنا نبدا بالمشتريات اللي هي الام ام اللي هي الماتيريال مانجمنت، والماليه اللي هي الاف اي كبايلوت. بعتنا ايميل بسيط جدا قلنا لهم فيه هندخل النظام الجديد الاسبوع الجاي والهدف منه تقليل وقت الموافقات 30%. عملنا جلسه تجريبيه ساعتين وطلع منها ب5 ملاحظات. رجعنا عدلنا وبعد اسبوعين من التشغيل بقى اسرع بنسبه 40%. مش بالسحر، بالمنهج. دلوقتي في بريدج لازم يتكون، عندك فيت جاب، وعملت جي تي ام انجن. بس عشان كل ده يعيش محتاج حاجه واحده، تشينج مانجمنت. ازاي تدير التغيير جوه الناس مش جوه النظام، وده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله الحلقه الجايه. راح فين؟ تعال جه دورك دلوقتي. اختار مجموعه صغيره من 3 ل5 موظفين وابعت لهم تجربه بسيطه عن النظام، وخد منهم فيدباك واحد بس يكون واضح. وما تستهونش بالحركه دي عشان هتكون اول شراره في التغيير حقيقي، ولان النظام ما بيتبنيش بالكود، بيتبني بالثقه. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.